دي كنا في ده كانت وقت النشيد دي، كنا مش عارفين اصلا ان احنا بنتصور وبتاع. لا بس حلوه الصوره. والراجل اللي ورانا ده كان بص بقى ايه يا معلم الله عليك يا عمنا، شايف ابو ناصر بيسلم عليا باحترام ازاي؟ دي تركيب يا عم. تركيب ايه يا عم؟ عزمني مع عمرو دياب والفنانين يا عم. بص وشك كبير ازاي؟ كبير ايه ده؟ عشان كنت فرحان بس نشوفه بسلم ازاي على شوف بيضحك لي، بص بيبص على محفظتي في الشقه. الايد بعيد عن الايد يا عم. هو يا عم تركيب يا عم. خلاص بقيتوا منتبهين .com مركزين .net يا عم. عزمني يا عم. يا نهار ابيض. شايف بيسلم باحترام، هي هتقع لوحدها. ازيكم يا جماعه وحلقه الدوري المصري، وشكرا على الدعوه من سياده المستشار لما دعاني مع عمرو دياب والفنان الزميل عمرو دياب والزميل محمد هنيدي والزميل اشرف عبد الباقي والزملاء، ودعاني معاهم عشان خطه الترفيه الفتره الجايه. انا فعلا لما يعني ناداني عشان اطلع على المسرح عشان اقول كلمتي، حقيقي شكرته جدا وشكرت باقي الزملاء وشكرت المرحله الجايه دي مهمه جدا. ده عسل ابو ناصر، عسل ما اقولكش بقى، عسل ده عمرو دياب ده ولا مين؟ يا عمرو دياب كان ورايا، كانوا لابسين نفس الجاكيت بس حتى كان المستشار علاء يعني بيتلخبط ما بيننا، واخد بالك؟ والله يا جماعه مش مصدقيني ليه؟ الاسبوع ده في افريقيا كوارث. بصراحه خلينا نبتدي بالزمالك والنبي. طب ليه؟ والنبي عشان انا سياده المستشار التاني بقى عايزين نعمل له صوره هنا برضه. رجع يتكلم عمل قلبان. انا عندي سؤال، ازاي هو واضح ان كروس الكونفدراليه طلعت صعبه فعلا، لانه ازاي الزمالك بيوصل للجون وضيع كميه الفرص دي؟ طيب هو عامه كهربا، هي الموضوع كله عند كهربا. كهربا لما بيبقى في يومه الزمالك بيجيب جوان كتير وبيبقى اكتف اكتر على المرمى. لما كهربا مبقاش في يومه الجون اللي قدامه فاضي بيضيع الكوره بره، وده اللي حصل. ده اللي حصل في الماتش بتاع جورماهيا، وده اللي حصل في الماتش ده. كهربا فرص سهله جدا بيضيعها. ماتش جورماهيا الجون كان فاضي ضيعه. الزمالك جروس بدا الماتش، بدا شوط اول، عمل شوط اول هايل من كل النواحي. ضيع حوالي بتاع 5-6 فرص. جابت النجاز كان سايبه هو شغال فيها لوحده، كان مودي ابراهيم حسن ناحيه الشمال يلعب قصاد عبد الله جمعه، وكانت جبهه اليمين دي هي اللي شغاله. ليه؟ لان الباك ليفت بتاع ناصر حسين ضعيف جدا، وقلبين الدفاع بتاعهم بطاء، فكان مخلي كهربا يلعب تحت او جنب بوطيب، وكان مخلي النجاز على طول طاير ناحيه اليمين، ودايما على طول فرجاني بيلعب له الكوره في المساحه وهو اوفر لورا، وكهربا بيخش بوطيب بيخش، وفعلا الجون جه بنفس الفكره دي من ناحيه اليمين. الكوره بدات والجون دخل من الحته دي، والزمالك وصل كتير جدا. بوطيب ضيع وكهربا ضيع واوباما ضيع من نفس الجمله دي. فحاجه كويسه جدا. الراجل كان مذاكر الفريق كويس، فريق الجزائري كويس، وكان شغال على النقطه دي حلوه. الشوط الثاني الدنيا اتقلبت تماما. الزمالك عشان هو الشوط الاول عمل ضغط عالي وضيع فرص كتير وعمل مجهود كبير جدا. الشوط الثاني الفرقه بدنيا وقعت جدا، بدا بقى ان هو يرجع للشكل ثاني 4-2-3-1، وبدا ان هو يستنى الفريق ويلعب على هجمه مرتده ورجع بقى ابراهيم حسن خلاص يلعب ناحيه اليمين، وناحيه الشمال يبقى كهربا. في حاجتين يعني الناس كلها بتتكلم عنها. اول حاجه جروس دايما بيعمل تغييرات متاخر. ليه؟ يعني انت عندك ابراهيم حسن كان وحش جدا في الماتش، اوباما كان وحش جدا في الماتش، الاثنين دول كنت المفروض تطلعهم من بدري. لا انت مستني لحد دقيقه 75 عشان تعمل اول تغيير، وانت عندك بره ايمن حفني نزل اخر ماتش مدخل جول، وعندك بره محمد عنتر موجود، فانت كنت ممكن تنزل الاثنين دول وتطلع ابراهيم حسن وتطلع اوباما وتدي حلول ثانيه للزمالك. مش يمكن احمد عشان دي اللعيبه اللي هو بدا معاها الموسم ودي تشكيلته، تمام. فدي رجالتي. الناس اللي بره دي هو اصلا عمره بيلعب بيها غير يعني كل فين وفين. حلو. انت بعد كده جه اشتكى من الارهاق، قال لك اللعيبه بقى عندها ارهاق. طب انت ليه بتلعب بنفس ال11؟ ما انت ليه عندك، ما هي دي نفس المشكله اللي انا بتكلم فيها. الانديه عماله تقول لك انا عايز 30 لاعب عايز 30 لاعب، وفي الاخر بيلعبوا ب11. طب ليه؟ يعني انت دلوقتي وجايب في كل مركز عندك نجم واثنين وثلاثه، وانت عندك ماتشات بره وجوه، هيبقى عندك كل 3 ايام ماتش. طب ليه ما بتغيرش اللعيبه؟ رقم 2 في حاجه غريبه جدا قالها امير مرتضى بعد الماتش، قال لك العرق دي لا غير كده. قال لك ان الراجل كان موافق ان محمد ابراهيم يمشي في يناير رغم ان هو كان بيلعب كتير معاه، انما ايمن حفني ما لعبش ولا ماتش معاه، قال لك لا يقعد. فدي حاجه غريبه جدا بيعملها. وبعدين الراجل انا بحس ان هو مش بيعرف يدير الماتش وهو شغال. عارف انت المدربين اللي هو ايه، انا عندي اسلوب بطبقه من اول الماتش، ولو حصل اي حاجه او فريق فاجئ انا مش هعرف اغير، ما عنديش بلان بي، اللي هو انا نفس الفكر شغال هفضل العب بيه طول الماتش. مش كوتش ما بعرفش يقرا الماتش، ودي حاجه انا لاحظتها في كذا ماتش. فجروس ماتش جورماهيا والماتش ده، يعني انا توقعت ان هو الماتش ده الشوط الاول الزمالك هيعمل سكور، لان هو وصل كتير جدا للجون واداء كان كويس، وهو كان قاري الفرقه اللي قدامه كويس ووصل للجون كتير. انما طبعا كهربا ما كانش في يومه واوباما ما كانش في يومه. دايما كنت بتتكلم اول الموسم على ولحد نص قريب والله كهربا والفينش بتاعه. كهربا لعيب حلو جدا وفي يومه جميل جدا، بس الفينش بتاعه دي مشكله. هو تلاقيه في ماتش لو الغزاله رايقه بيحط جوان كتير وبيروح لجون كتير وبيعمل فرص كتير. لو الغزاله مش رايقه وفي كلام بيتقال ان عشان خاطر حوار عقده وان هو عايز فلوس وان الزمالك مديله عقد قليل والكلام ده،
فهو بقى له كذا ماتش مش مركز، ده كفايه فرصه اللي ضيعها في ماتش جورماهي. حته انه اللعيبه بتضيع كلهم كده، ده ضغط عصبي واصل لهم ان احنا الماتش الاولاني والسكور وبره ملعبنا وبتاع، فلازم الماتش ده ضغط عصبي ولا صربعه ولا لا ده اوف داي كله ولا ايه؟ بص كله ضيع. اصل اقول حاجه، ده تاني ماتش مش شايف انه نقول عليه اوف داي، يعني انت الماتش اللي قلنا اوف داي، ايوه لا الماتش ده اللعيبه واضح انها مش مركزه، في ضغط طبعا، الجمهور كان حوالي 15000، الجمهور كان كتير، في ضغط تقريبا، كان في ضغط كمان من الاداره ومن الجهاز الفني، احنا لازم نكسب الماتش ده عشان نرد ونرجع. خد بالك ده اول ماتش تقريبا او ماتشات قليله قوي الزمالك اللعيبه السنه دي تحت ضغط، اللي هو انا لازم اكسب الماتش ده لان احنا خسرانين الماتش اللي فات. الزمالك في الدوري متعود ان هو كل ماتش بينزل يكسب مستريح، معلوش ضغوط، لا في بطوله افريقيا الزمالك بيواجه ضغوط، الماتشات اصعب، في ضغط جماهيري، فانت الماتش ده اللعيبه نازله عليها ضغط، فهنا بقى باين بقى ان اللعيبه في صربعه، اللعيبه مستعجله. اوباما الشوط الثاني عمل كميه ميس باص غير طبيعيه، دي مش عاده اوباما. وحتى كمان يعني الراجل اللعيبه حتى يعني فرجاني هو يعتبر كان نجم الماتش في الزمالك، هو اللي كان بيلعب الفرقه كلها، ان جاز الشوط الثاني رجع خلاص مش قادر، فالزمالك بدا كمان يبقى عنده ارهاق، لان الحته اللي برضه اللي كانت عند الاهلي دلوقتي الزمالك بيلعب كل 3 ايام ماتش وبيسافر ويجي، فبعد كده هيتعرض لنفس المشكله اللي عند الاهلي، فلو هو مش هيبدا يعمل روتيشن واللعيبه اللي قدام تريح ويبتدي يشوف حلول ثانيه، الزمالك هيبقى عنده مشاكل كبيره جدا الفتره اللي جايه. هو الاسماعيلي رجع خلاص دوري الابطال، انا سمعت ان هم سامحوهم ولا حاجه كده. هو فعلا هم قدموا استئناف والاستئناف اتقبل، والاسماعيلي خلاص رجع للبطوله تاني، وده بصراحه يعني دي حاجه كويسه جدا. انا بريده ليه يد في الموضوع ده والله، انا شفته متصور مع احمد تاني مع الراجل بتاع عضو مجلس اداره الاسماعيلي حاجه كده، وهي انه يعني بص طبعا هو اللي حصل من جمهور الاسماعيلي ما كانش يستدعي ان هم الموضوع كبر قوي كده، يعني في الاخر ما حدش نزل الملعب ولا حصل مثلا ضرب لفرقه الافريقي ولا بتاع. وخد بالك برضو بيان الافريقي فرق، ان هو قال لا ان احنا الجماهير عملتنا كويس واحنا ما حصلش علينا اعتداء، فده برضو ساعد ان الدنيا تتلم. هم غالبا الاتحاد الافريقي عمل الحوار ده اللي هو ايه، بيخوف باقي الفرق، اللي هو عشان اللي هو ان انا قلته قبل كده والناس زعلت مني بتوع اسماعيليه، اضرب المربوط يخاف السايب، شطر على الصغير، قال لك احنا اسماعيلي صغير، لا في افريقيا بقى لهم قد ايه ما لعبوش افريقيا وعملوا في افريقيا، فبالنسبه اللي بيضرب ده عشان بالظبط، فهم كان بيحاولوا يرهبوا الفرق الثانيه، وفعلا ده حصل، والاسماعيلي رجع اتحدد له الماتشين بتوع. انا بحب اسماعيليه وبحب ميدو ورحت اسماعيليه مرتين قبل كده، فهو اتحدد له الماتشين اللي جايين مع الفريق الجزائري، ان شاء الله ربنا يكرمه فيهم ان شاء الله. معلش عشان ميدو شاط كوره مش ميدو بتاع الزمالك. الاهلي خسر يا عم، الاهلي خسر، قعدنا نشكر فيه ونقول الكوره الجميله. لا استنى الحلقه دي انا فاكر حلقه سيمبا قلت لك الاهلي عمل ماتش حلو، هل بقى ده هيستمر ولا لا؟ ده هنشوفه، انا ما قلتش ان ده بقى حاجه جميله والاهلي هيكمل وبتاع. بص بقى، والله قبل الماتش انا كنت متاكد ان الاهلي هيخسر. ليه؟ الاهلي عنده مشكله كبيره جدا بره ملعبه، وانا قلت لك وقلت للناس في الماتش بتاع الشبيبه، ما كنتش انت معايا كنت بتصور، بس قلت برضه في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها ان الناس دي بره ملعبها، ما الاهلي بره ملعبه بينسى الكوره، والموضوع ده بقى له فتره. تعالوا نرجع السنه اللي فاتت، الاهلي ما كسبش بره ملعبه غير عشان خاطر كان لازم يصعد، كان مجبر على كده. ماتش ايه؟ ماتش الترجي هناك في دور المجموعات، وماتش تاون شيب كسب بره ارضه عشان كان لازم يكسب عشان يصعد. انما بعد كده بقى تعالى نشوف ماتش ماتش حوريه. جورماهي ده ناس ثانيه ماشي. ماتش حوريه اتعادل، الماتش اللي بعديه بتاع وفاق سطيف خسر هناك، ماتش الترجي طبعا خسر هناك. السنه دي جيما او اول ماتش خسر هناك، بعد كده عندنا ماتش دور المجموعات اتعادل مع الشبيبه هناك، وادي خسر اهو من سيمبا. فانت بتتكلم ان الاهلي بره ملعبه بيخسر، بيقدم اداء وحش جدا، الفرقه بتحس انها ناسيه الكوره تحت ضغط جماهير، اللعيبه ما عندهاش شخصيه. من الاخر انا بشوف ان الاهلي بقى له فتره اللعيبه اللي موجوده في الفرقه والجهاز اللي ماسك الفرقه ما عندوش شخصيه. انا الاهلي يا جماعه بلعب بره ملعبي، العب زي ما جوه ملعبي. انت الفرقه دي ده كان اسهل ماتش تكسبه بره ملعبك، انت الفرقه دي كسبها هنا 5 وفيتا كلوب كسبانها 5، فازاي تروح تخسر هناك وانت هتروح لسه تلعب فيتا كلوب هناك؟ فصعبت الموضوع جدا على نفسك، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لاسارتي بدا الماتش 4-3-3 تمام جدا، انا الراجل عايز يمسك نص ملعب، حمدي فتحي وندفيد والسوليه امسك نص ملعب تمام جدا مفيش مشكله. الفرقه مش عارفه باصي الكوره، يعني انا بتفرج 90 دقيقه الفرقه مش عارفه باصي كورتين على بعض، وبعد كده بعد الماتش يطلع يقول لك ايه، اصل الحر، اصل الجو، اصل الارضيه، ما عارفين حاجه جديده. لا ما معلش، ومين كان بيقولها زمان؟ سيد حفيظ برضه. معلش انت مدرب اجنبي على عيني وراسي، بس انت ده عادي على فكره في افريقيا الكلام ده. وبعدين دي نقطه، النقطه الثانيه، انت دلوقتي المفروض ان انت بقالك فتره بتلعب اللي هو ايه، انا بنزل الشوط الاول اضغط واخطف الماتش واقفل الشوط الثاني، انت لا ضغطت الشوط الاول ولا ضغطت الشوط الثاني. طب انت بتعمل ايه طول الماتش؟ والتغييرات وصلاح محسن نازل اخر الماتش، يعني يا جماعه انا مش فاهم ده ازاي الدفع فيه 40 مليون، والله العظيم بتكلم بجد. كل ماتش بينزل بيزق الكره قدامه، هو موهبه وهنصبر عليه مفيش مشكله، بس انا بتكلم على اداؤه في الماتش ده واداؤه في كل ماتش بينزله. اخر 3 ماتشات بينزل يزق الكره قدامه ويجري وراها ويتقطع منه. الماتش اللي فات الكره جايه له جوه ال 18، بدل ما يريحها لعلي معلول وعلي معلول هيروح يعمل فرصه، لا ده شاطها في السماء. خلي بالك يا احمد، هو برضو الواد
عايز يبين نفسه، عايز تمام. كل مره ينزل يعمل هو عشان ياخد هو اللقطه فيبين للناس ان انا مفيش مشكله، مش ما عنديش اي مشكله مع الكلام ده. بس انا برضو انا لما هنزل اشيل الكلام ده من دماغي والعب عشان الفرقه، كل الكلام ده هيجي، ما العبش عشان نفسي. فهو دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. ما هو الواد صغير ما حدش بيقول له بقى، ما حدش بيفهمه بقى انه غلط. يعني انا فاكر عمرو جمال ده لما طلع خالص كان بيلعب مع محمد يوسف اول كام ماتش وبتاع، كان بعد ايه كان الاهلي خسر حاجه افريقيا. لا بس عمرو جمال اللي طلعته كان بيلعب، ايوه بس كان بيلعب مع يعني مش بس عايز يبين نفسه انا عيل ناشئ وبلعب، كان بيلعب مع الواد ده. انا مش فاهم الواد ده كانوا عايزينه في تركيا ولا عايزينه في حاجه، كانوا عايزينه هو الله اعلم كانوا عايزينه فين. انا حاسس اصلا دي كان مسلسل اتعمل على الاهلي عشان سعره يعلى، لا هو لا كانوا عايزينه في حته ولا حاجه. وهو اصلا ايه ده، احنا ابو ناصر دفع ال 40 مليون كده يعني ما اعرفش الاهلي كان بيلبسه فيهم ولا انا كان فاهم ال 40 مليون دول. لا يعني انا هو اصلا الموسم اللي عمله تمام يعني ما كانش خرافي، يعني عمل موسم حلو أيوة. بس مش ما يستاهلش اللي. خلينا نرجع للماتش. الاهلي دلوقتي صعب الدنيا جدا على نفسه. المجموعه بقت الاهلي 7، اللي وراه فيتا 6، لا سيمبا 6، سيمبا 6 و5 شبيبه الثوره و4 فيتا كلوب. الاهلي عنده ماتش جاي قدام فيتا كلوب هناك، وهو ايه بقى لاسارتي قال لك انا هكسب الماتشين اللي جايين. طب انا بقول لك اهو اللي هو فيتا هناك وبعد كده شبيبه هنا. انا بقول لك اهو الاهلي هيخسر هناك من فيتا كلوب. الفرقه دي على ملعبها رهيبه، وانا بقى قدام الناس الاهلي هيخسر هناك وهيصعب الموضوع جدا على نفسه، وعشان يصعد لازم يجي يكسب الماتش الاخير هنا، وهيبقى متعرف بقى قدام الجزائريين بقى والله اعلم الدنيا هتمشي ازاي. عشان بس الماتش ده انا فعلا محروق دمي، لان الماتش ده كان اسهل ماتش تكسبه بره ملعبك وانت ضيعته من ايدك قدام فرقه ابيض. الفرقه دي شايله 5 من فيتا لا يا جماعه دي فرقه ما عندهاش اي كوره خالص. دخلتها اصلا في في المجموعه ده كانت راح يروحوا فاهم اللي هو دخلتها في وكل كوم بقى والكوره العرضيه. الاهلي والزمالك الفرقه المصريه يا جماعه مش ممكن. الجول اللي دخل في الاهلي الاوفر مرفوع، الواد طالع بيريح الكوره، ياسر ابراهيم وايمن اشرف الواد طالع الاثنين مفيش يعني. كوليبالي الله يمسيه بالخير كان هو بصراحه كان ظابط الحته دي ان هو اي كوره عاليه كان بياخدها. دلوقتي الكوره العاليه عندنا ماتش شبيبه جه منها جون، الماتش ده الواد طالع الكوره اتلعبت له مريحه والتاني جون الزمالك نفس الفكره. طيب انت دلوقتي شايف لما نرجع بقى للدوري انه كده الاهلي والزمالك الاثنين واخدين على قفاهم يعني خلاص في الدوري ده هينعكس بقى ازاي؟ وحوار انه الماتشات بتاع بيراميدز هتتاجل والاهلي والخناقه والخطيب. لا ده موضوع بيراميدز ده موضوع حكايه يعني هم دلوقتي الاهلي طلع. بس انا في حاجه انا خدت بالي انه سياده المستشار طلع زينا زيه كده عادي. ابو نصر انا فاكره هيبقى زينو فوز وكده والفيفا اصحابه وبتاع، مش قال لك هشتكي للفيفا وهشتكي فين يا عم الشك ده؟ طلع ده انا لو اشتكيت كانوا ردوا عليا. انت ما ردتش ليه يا عم؟ الراجل عمل اللي هو عايزه خلاص والماتش اتاجل بتاع الدوري يا ابني. مش الخطيب نزل بيان وقال لك مش عارف ايه؟ طب ماشي، ما هو دلوقتي بقى اتحاد الكوره زنق الاهلي قال لك ايه ماتش الكاس هنلعب ماتش بالدوري. فطبعا دلوقتي هو الاهلي مش عارف هيعمل ايه. هو دلوقتي كان بيتقال لك ايه انا مش جدول الدوري هيفضل زي ما هو عشان خطه الاحمال والتدريبات والكلام ده. طب يا باشا خلاص هو الماتش دلوقتي زي ما هو، هتلعب ماتش مكان ماتش. فدلوقتي الاهلي اتزنق مش عارف يعمل ايه. هل دلوقتي هلعب الماتش بتاع الكاس ده ولا هقول بقى لا وانسحب من الكاس؟ فهو بصراحه تركي زنق الاهلي. انا بصراحه انا وجهه نظري بامانه انا شايف ان بيراميدز ليه حق ان هو فعلا ما ينفعش ان انا في الدوري وده ما بيحصلش في اي حته في العالم ان انا لاعب في 3 فرق بيتنافسوا الاعب فريق منهم مرتين قبل ما صح. بصراحه هو عنده حق في الحته دي. انا عارف ان في ناس كتير اهلاويه ممكن يشتموني بس انا بصراحه يعني شايف ان الحاجات دي بتفرق عشان بجد غير اكيد طبعا في النقط كله وفي الاخر هيلعب الماتشات كلها. بس بتفرق انت قصدك معنويا يعني في الضغط تحط ضغط على الفرق الثانيه. طبعا بتفرق كتير جدا. يعني انت دلوقتي لو في المنافسين بيلعبوا مع بعض وبتيجي في نقط بتقل بين 2 مثلا بتلاقي الثالث جاي خلاص بقى ايه نفسه تعب واللي هو مش هيجيبهم يعني بس خلاص او انا عايز اشد عشان اجيب الناس فهي بتتكلم في كده مش هلحقهم يعني بالظبط. فعشان كده لا طبعا بيفرق وما ده بيحصلش في اي حته خالص في العالم. فهو الطلب بتاع بيراميدز كان بصراحه كان صح جدا. انما هو اللي عندنا الدنيا عندنا ماشيه يعني سلطه فعشان كده هم بيحاولوا. ده فرج عامر بيقول لك انا قعدت مع وزير الرياضه وقال لي في مجلس الشعب قال له فين يعني؟ قال له احنا عايزين نلغي. طلع بعد كده نفى الكلام ده قال له عايزين نلغي الدوري عشان كاس الامم وقال لك انا ما قلتش وبتاع. عامه اللي جاي صعب على يعني على كله على اتحاد الكوره وعلى الفرق ومش عارفين الدنيا توصل لحد فين، الدوري هيتلغي ولا لا. بس هو بصراحه اللي بيحصل ده عجين يعني والله العظيم فعلا اللي بيحصل ده عجين في ده حقيقي. انا يا جماعه سياده المستشار ابو ناصر كان في القاهره مش عارف اخر اسبوعين ولا حاجه كده فقابلته وهو اشتكى لي من موضوع العجين ده وقعدنا البيان اللي هو كتبه من يومين ده انا اللي مليان اخطاء املائيه انا اللي كاتبه له خلي بالك عشان كده اخطاء املائيه ايوه انا اللي كاتبه له. فيعني خدته انا اوريكم حاجه دي غير الصوره الجميله دي. طبعا دي صوره اتخذت لنا خلسه في المؤتمر واحنا مش واخدين بالنا. في دي صوره واحنا بنتمشى في وسط البلد انا وهو واحمد كنا بنتمشى انت كنت معانا يا ابني انت نسيت ولا ايه؟ كنا بنتمشى في وسط البلد كان هو عايز يجيب حاجه من شارع عبد الخالق ثروت. طب ايه ده طقم ايه يا معلم؟ انت نسيت ولا ايه لما كلنا ايس كريم ده بس والله العظيم دي صوره انا مش عارف يا جماعه الباباراتزي اللي بيصورونا انا حقيقي مش عارف ايه ده اقسم بالله. دي صوره دي لما اخترنا رامون دياز يعني كنا قاعدين في الاوتيل فقلت له رامون دياز ده راجل صح الصح
لازم رامون دياز ده تجيبه فعلا وتص في الاهلي ولا يهمك يعني. ودي بقى لما رحت مع اللي هو علاء مقلد، رحنا الزمالك عشان نصالحهم معانا مرتضى منصور. يعني كنا كده وانا كنت يعني لابس زي استاذ زي اسمه ايه زي مرتضى منصور عشان نخش نصالحهم على بعض ونعمل بناء الاستاد بتاع الزمالك. بس انت تخنت ليه كده يا يوسف؟ ايه؟ تخنت ليه كده؟ والله يا معلم ما باكل يعني، اللي عارف انت، انا عارف الرمرمه رمرمه بقى، واللي هو بتصحى، عارف الناس تصحى بالليل تاكل والاكل السعودي بقى والكبسه، يا لهوي الحاجات دي. بس دي بقى اهم واحده دي بقى، واحنا قاعدين في العربيه لما كان بيكلمني انه عايز يفتحني وابقى متحدث رسمي باسم بيراميدز، وانا اللي رفضت. وانا اللي رفضت. لا يا راجل. ما اعرفش بقى، جاب على واحد اسمه عفيفي، ما اعرفش مين ده بصراحه. فيعني انا بقول يا جماعه بصراحه انا يعني ابو ناصر انا بحبك، بس يعني انا مضيت عقد واحد بس، كنت لازم امضي عقد واثنين وثلاثه واغني في حفله واثنين وثلاثه، ما حصلش الكلام ده. بس تمام، انا لسه تليفوني موجود ولسه البرنامج موجود، وابعت لنا على صفحه البرنامج يعني. طب يا جماعه ده اللي حصل في حاله الدوري المصري وماتشات افريقيا وبيراميدز. بس بقول لك ايه يا يوسف؟ ايه يا معلم؟ الصور دي كلها تركيب، والراجل بصراحه اداك قفا وجاب عفيفي مكانك، وفكك بقى من الجو اللي انت عامله ده. ما حصلش. لا حصل. ما حصلش. اقول الحقيقه، هو الراجل بص انت عمال تطبل وعفيفي جه خدها على الجاهز وخدها وطار، وحاطط صورتك، وده عمرو دياب وده عمرو مصطفى وده رامون دياز، انت عمال تشتغل للناس ومعشم نفسك. الراجل لا انسى، انت خدت قفا معلمين ابو ناصر معلمين. انا اتغيرت علشانك. لا خلاص بقى خلاص. انا بصراحه لو منك اشيل الصوره دي، اشيلها واحرقها بصراحه يعني احرقها. لان عفيفي الراجل جه على الجاهز خدها وركب المنصب، وانت يا باشا ايه؟ ده بيكشر في وش الناس يا عم، حتى انا مش فاهم اختاروا ليه يا عم. ده بيكشر في وش، ده انا بطلع اضحك في وش الناس يا عم. لا بس الراجل بيخسف جبهاته وبتاع، وراجل زملكاوي فهيجيبه يكيد الاهلاويه. انت راجل اهلاوي هيجيبك ليه؟ شيل يا معلم شيل. ايوه كده. ده يا جماعه اوعى يا عم، ده اللي حصل في عهد الدوري المصري. يا عم شيل. ايوه، ونشوف كنا فين يا عم. صوره زيدان راحت فين؟ هنجيبها. ايوه صوره زيدان وهو بيضرب ماتراتزي بس. ايوه بقى عفيفي اهو وانا اهو. نشوفكم الحلقه الجايه. سلام. السلام عليكم.